تعرف ايه عن كارثة لوكاس باكيتا؟ موضوع النهاردة مختلف شوية لانه باختصار بيتكلم عن عقلية اللاعب البرازيلي اللي لوكاس باكيتا باختصار برضو طمع فيها لوحده. لوكاس باكيتا متورط في موضوع المراهنات، واللي بنستغرب له كلنا هو ليه بيتجه الاتجاه ده رغم انه من احسن لعيبة الوسط في الجيل بتاعه ومرشح بقوة لاكبر الفرق في العالم ومستقبله واضح. في الوقت ده باكيتا عمل كارثة المراهنات وخلى الاتحاد الانجليزي شك فيه واتخذ ضده اجراء وفضل يتابع حسابات اللاعب على موبايله. الكلام ده فضل لفتره لغايه ما في مره طلبوا منه الموبايل لاستكمال التحقيقات. المعلم قال له انه رمى التليفون ومعهوش موبايلات دلوقتي، وان التليفون اللي كانوا بيستخدموه في التحقيقات ملوش وجود حاليا. الكلام ده استفز الاتحاد الانجليزي. يوم الاتحاد الانجليزي يسكت؟ لا طبعا، وراح مزود تهمه تانية على اللاعب وهي تعطيل التحقيقات والتحريات، وحاليا بيفكروا يشطبوا اللاعب اصلا من السجلات. طيب القصه هنا انتهت؟ طب المعلم باكيتا الغلس ده يسكت؟ لا برضه، راح يستعد انه يلعب رياضة ركوب الامواج. بالمناسبة باكيتا كان حاصل على بطولة وطنية فيها، الكلام ده كان حوالي سنة 2009 وكان وقتها عنده حوالي 12 سنة او 13 سنة، وده معناه ان باكيتا كان بيجيد رياضة ركوب الامواج كويس جدا جدا جدا، وتقريبا كده بيقفل صفحة كرة القدم. والغريب ان الموضوع مش فارق معاه ودماغه شغالة في اي حاجة تتخيلها. ما تعرفش العقلية دي اصلا جايبينها منين. للأسف العقلية البرازيلية بتدمر نفسها بنفسها، وللأسف شكلنا هنتحرم من موهبة زي موهبة باكيتا.